في بيت من بيوت بني إسرائيل، لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة. عاش الرجل الصالح عمران بن آثام مع زوجته حناء. لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله، اللهم فاشهد. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حمدا لله على سلامتك يا أختي الحبيبة. أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالذرية الصالحة يا إليسابات. آمين يا رب. كنت قد نذرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنثى. ما هذا التفكير العجيب؟ إننا أمام الله سواء. ولكن الذكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد. لا ندري أين يكمن الخير. ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها. أفكر أن أسميها مريم. مريم اسم جميل. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أيها القوم، لقد أنجبت السيدة حنة مولودتها مريم، وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا. ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراء والأحق بكفالة الطفلة مريم. وتحدث نبي الله زكريا، فغالبا سيحوز كفالة مريم فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا. حسنا، لنستهم بالأسهم، ومن يفوز يكفل مريم. ها هي الأسهم. أدرها جيدا في الجعبة يا رجل. ها؟ زكريا؟ هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم 3 مرات؟ لم نحدد. إذن هي 3 مرات. ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة. لنذهب إلى النهر أفضل. سأقذف الأسهم الخشبية في الماء، والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز. زكريا مرة أخرى. هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار؟ أظننا قلنا الذي يسير مع التيار. بالضبط، أنا أيضا سمعتها هكذا. دعاهم نبي الله زكريا أن يتقوا الله ولا يلجأوا إلى تلك الحيل. سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة. هذه المرة نقولها بوضوح: السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز. نعم، هذا في مصلحتنا. لا مفر من إعلان الهزيمة. يكفل هو مريم، ونوفر نحن في النفقات. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلاتك يا مريم. هذا من فضل الله. ما هذه الفاكهة العجيبة؟ لا أدري. نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المنازل. نعم،
سمعت صوت سقوطه قبل أن أبدأ في الصلاة. ما أسأل عنه، من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا؟ لا أدري حقا يا خالتي، هو رزق وهبه الله لنا، كلي هنيئا مريئا. يا لها من فاكهة لذيذة، لم أذق في حياتي مثلها. أرجوك احملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام. سأترك شيئا من الطعام إذن. الحمد لله، لا أشعر بالجوع مطلقا. أنت لا تأكلين شيئا يا مريم. ومع هذا أشعر بالشبع. حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل، واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا. أنت مباركة يا مريم. لا تبالغي يا خالتي، إنما أنا أمة من إماء الله، أرجو رحمته. ادعي لي أن يرزقني ربي من فضله. وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله، وهو السيد زكريا عليه السلام؟ أعلم، ولكني أطمع أيضا في دعائك لي. اللهم احسن وقوفنا بين يديك، وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير لنا. اللهم اكرم نبيك زكريا الذي يكفلني ويرعاني، وأكرم زوجته التي ربتني وأحسنت إلي. لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام الرزق الذي يأتي لمريم في محرابها، فضلا عن تقواها وخلقها العظيم، تمنى على الله أن ينجب، ودعا ربه، ودعوة الأنبياء حق. هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي. أنا نفسي لا أصدق يا مريم، كيف تلد عجوز مثلي؟ ليس بعيدا على الله الكريم، كلي، أنت الآن بحاجة إلى الغذاء. لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك. هذا أمر لا أفكر فيه أبدا، لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد. أعرف، ولكني تمنيت أن أرى لك وليدا. كلميني عن مولودك أنت يا خالتي، هل فكرتما في تسميته؟ يحيى، هكذا سماه الله. الله هو الذي اختار له الاسم؟ نعم، أوحى به إلى نبي الله زكريا. يحيى، لم يطلق هذا الاسم على أحد من قبل. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة كائن بشري. ما هذا؟ من أنت؟ طمأنها الملك الكريم بقوله إنما أنا رسول ربك، جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي. غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم هكذا قضت مشيئة الله تعالى، سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله. ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء. أين الذي يكلمني؟ لم يذكر لي حتى اسمه، كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي، يا ربي أعني على ما قدرته لي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل. خالتي، أهلا بك. هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال. له الحمد في السراء والضراء، ولكن صوتك ينبئني عن شيء خطير. ماذا تعنين؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان بمقدوري أن أتحدث. افتحي قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله. صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا. فهمت. أنت فتاة مباركة، ومن يكن مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا. كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم. المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل، وهو اختيار فيه مجد وتشريف. وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟ كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة، عباداتي وخلوتي مع الله. أما الآن فالأمر يختلف. كيف؟ إنجابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أمي وأبي رحمهما الله، وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني. لا تعذبي نفسك يا مريم، يكفي أن تكوني طاهرة عند رب العالمين. يعلم الله أني لا أخشى على نفسي، وإنما أخاف على الوديعة في أحشائي، ربما يحاولون إيذاءه. هل بدأت تشعرين به؟ نعم، هو إحساس عجيب، مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الأنس والرهبة. ترى ماذا يكون شأنه؟ وما أدراك أنه صبي، ربما تكون فتاة طيبة كأمها. لا، إنه غلام، أخبرني الملك الكريم بذلك. يا ربي، ماذا أفعل الآن؟ وأين أذهب؟ ليتني مت قبل هذا ونسيني الناس. ووضعت العذراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام. ما أجملك يا بني وما أشقاني. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أشعر بظمأ عجيب وأحس بجوع أيضا. وتحدث نبي الله عيسى في المهد وقال لها: لا تخافي ولا تحزني. سبحان الله العظيم، أيتكلم المولود في مهده؟ قال لها: انظري إلى أسفل منك، ستجدين جدولا صغيرا من الماء، اشربي يا أمي هنيئا مريئا. الحمد لله الذي سقاني. ثم عاد يقول: هزي إليك هذه النخلة، ستسقط عليك حبات من التمر الناضج، كلي بالهناء والشفاء. الله، ما أجمل مذاقها. قال لها عيسى عليه السلام: أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هما يا أمي. كيف لا أشغل بالي يا حبيبي؟ إن إنجابي لك في نظر قوم لا أدري ماذا أقول. قال عيسى عليه السلام: لا تقولي شيئا. كيف؟ وبماذا أفسر لهم الأمر؟ قال عيسى عليه السلام: إذا رأيت أحدا من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوما لله ولا